من منا لا يعرف الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي الشهير رحمه الله. في هذه الأيام تحل علينا الذكرى السابعة السنوية لوفاة ورحيل الخبير الاقتصادي الدكتور صلاح جودة الذي أحبه الجميع. 90% من الشعب بيفطر ايه حضرتك؟ فول وطعميه. في حاجه تانية؟ الناس في اليابان بتفطر ايه سعادتك؟ سمك. طيب انا عندي موارد مائيه تخليني اغير النمط الغذائي للشعب المصري خلال 180 يوم او 6 اشهر. يقوم من النوم يفطر سمك، نص كيلو سمك، شويه بطاطس معاه، رغيف عيش، اقل من ثمن رغيف فول وطعميه. نبذة مختصرة عن حياته. الدكتور صلاح جودة يعد واحدا من أشهر وأبرز خبراء الاقتصاد في العالم العربي، وهو حاصل على الدكتوراه في الاقتصاد الدولي. اقدر اعمل اكتفاء ذاتي للقمح في مصر؟ نعم نعم نعم. وهات لي اعظم خبراء في مصر واعظم وزراء زراعه اللي يقول لا احط صبع في عينه وعين اللي جابوه. بقول لحضرتك مصر تستطيع ان تكتفي ذاتيا من القمح خلال 36 شهر. اللي يقول غير كده جاهل جاهل. عين مدير مركز الدراسات الاقتصادية بالقاهرة. ولد الدكتور صلاح جودة في مدينة بلقاس محافظة الدقهلية في ستينات القرن الماضي، وكان والده قارئا وصديقا لكل من الدكتور مصطفى أمين والدكتور زكي نجيب محمود. وتزوج الدكتور صلاح جودة مرتين وانتهوا بالطلاق. كلمة مصر معناها 1,000,000 كيلو متر مربع، 238 مليون فدان، 3500 كيلو متر بحر أبيض وبحر أحمر، 1100 كيلو متر نهر النيل، 450 كيلو متر أذرع نهر النيل، 162 كيلو متر قناة السويس، 11 بحيرة طبيعية، أكبر بحيرة صناعية بحيرة السد العالي 500,000 فدان، الدولة الثالثة على مستوى العالم في الثروة المحجرية. عند حضرتك تلت آثار العالم اللي موجودة في مدينة واحدة حضرتك اسمها الأقصر. عند حضرتك 60% من دول العالم بتعدي على ناصية عندنا كده اسمها بورسعيد. عند حضرتك 22% من حاويات العالم بتعدي في حتة عندنا كده اسمها قناة السويس. كان تلميذا ثم صديقا للمفكر فرج فودة. الدكتور صلاح جودة أبرز الاقتصاديين الذين دعوا إلى النهضة الاقتصادية في مصر التي كانت تهدف إلى انتشال الفقراء من وضعهم الاقتصادي المتدني، وقد عرف بأفكاره وآرائه المميزة في هذا المجال وعالم الاقتصاد. هو اللي بينزل لان احنا لا ننتج، تمام؟ فانا لما اعوم الجنيه جميع السلع اللي موجوده اللي انا بستوردها بال60 مليار اوتوماتيك يعملوا كانهم 90 مليار، يبقى السلع زادت عليا اللي موجوده، فانا ما اقدرش اعومه، وبالتالي ما اقدرش اخد رسوم قناه السويس بالجنيه المصري لان انا محتاج الدولار. كان للدكتور صلاح جودة الكثير من الآراء حول الوضع الاقتصادي في مصر، وألف كتب اقتصادية مثل كتاب صناديق الاستثمار، وكتاب التحليل المالي، وكتاب الرجل الثاني. حصل على جوائز عديدة وكثيرة، نذكر لكم منها جائزة جامعة كانتربري البريطانية في التحليل المالي، وجائزة جمعية المحاسبين القانونيين المصرية، وجائزة جمعية الضرائب المصرية. رحل عن عالمنا الدكتور صلاح جودة يوم 15/11 عام 2015 إثر أزمة قلبية وهو يمارس الرياضة في النادي الأهلي. وتحل علينا هذه الأيام الذكرى السنوية لرحيله. رحم الله الدكتور صلاح جودة.